Hey, welcome to my channel. So موضوع النهاردة أنا قد لا أكون أمهر حد يتكلم فيه، ولكن أنا أصدق حد ممكن تشوفه يتكلم فيه، لأن أنا تجربتي نابعة أساسا من إن أنا شخص مبتدئ جدا 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 تقريبا في كل حاجة تخص الرسم وال 3D بقى والمانجا والكوميكس والجو ده. أنا ماليش في الكلام ده. أنا آخري كنت برسم اللي هي العادي بقى اللي هو أي طفل بيرسمه، يعني أنا رغبت أرسم دواير للراس وعصيان للإيدين والرجلين والكلام ده. أنا ما كنتش رسامة، وأنا يا دوب بدأت أرسم مثلا، يعني بدأت أمسك قلم وأرسم حاجة بنية إن أنا أعمل حاجة كويسة من مثلا 3 سنين ونص كده ولا حاجة. تمام، عشان بس نكون واضحين. مهارتي في الرسم متواضعة، ولكن أنا بقول ده من تجربتي الشخصية، لأن أنا كشخص perfectionist جدا قدرت أشوف تطور من مثلا أول شابتر عملته لحد آخر شابتر عملته، ومن أول شابتر عملته لتاني شابتر عملته. فلو أنا قدرت ألمس فرق في بين شابتر وشابتر، فأعتقد إن أي حد يقدر يشوف فرق. وممكن ياخدوا الكونسبت نفسه، مش شرط يطبقوه بنفس الطريقة اللي أنا طبقتها، بس ياخدوا الفكرة الأساسية ويطبقوها بأي طريقة هم حابين يطبقوها بيها. تمام. طيب لو أنا مش أمهر حد يتكلم في الموضوع، أو مش أحسن حد يتكلم في الموضوع، بعمل الفيديو ده ليه؟ أكسف نفسي يعني؟ لأ، هو بصراحة علشان أنا لمّا بدأت كنت عايزة حد يقول لي اعملي كذا، امشي من هنا، امشي مش عارف إيه. مش شرط إن فلان ده اللي بيقول لي يكون حد شاطر، حد جايب 100% في score الcomic making والmanga making وعمايل الwebtoons والمش عارف إيه. لأ، يعني هو مش هيقول لي ألبس جزمة مقاس كذا عشان أمشي في الطريق ده، لأ، هو مجرد بيشاور لي على الطريق وأنتِ عندِك حرية تروحي في الطريق ده، بس ده الطريق اللي أنا خدته وطلعت بيه بالنتيجة الفلانية دي. أنتِ تقدري تاخدي نفس الطريق وتطلعي بنتيجة مختلفة، بس المنتج النهائي إن أنتِ هتطلعي بحاجة. أنا خوفي من مثلًا ما بدأت أكتب قصص أصلًا، إن أنا نقبي يطلع على شُنَا، إن أنا ما أطلعش بأي حاجة تتقري حتى أو مقبولة للعين. فعشان كده سِبت الرسم خالص واتجهت للكتابة، وأنا صغيرة لحد مثلًا وقت قريب جدًا. ما كنتش بارسم خالص، ما كنتش باتعلم الرسم خالص، لإن أنا كنت باكره أعمل أي حاجة فيها فشل. يعني الكتابة أنت تقدر تمسح إلى الما لا نهاية وتكتب تاني وتغيّر رأيك وتغيّر قصصك ومش عارف إيه وتعمل edit. إنما الرسم بعد ما تخلّص، صحيح إن أنت ممكن تعمل edit لشوية lines وكده، بس أنا ما كنتش بارسم digital. بس حتى ولو كنت بارسم digital فكنت هافضل أمسح وأعيد لحد أمّا أكره الرسمة وأمسحها، لإن أنا مش شخص صبور أوي. فالموضوع يعني يضايق، الموضوع يعصّب، اللي هو أنتِ هتقعدي سنتين تعملي في الرسمة وسنتين فوقيهم على ما تخلّصي الsketch عشان تبدئي في التحبير، وبعد التحبير ممكن يبقى في تلوين، فمش عارف إيه. فعشان كده أنا يعني أنا باقدّم النصيحة دي، لإن أي حد في موقفي في موقف لا يُحسد عليه، وهيبقى قدّامه 500 فيديو على اليوتيوب يقول له إزاي تبدأ مانجا وwebtoon وcomic ومش عارف إيه. وهيقولوا له بقى اللي هو استخدم البرنامج الفلاني، اعمل مش عارف إيه. طب بالنسبة إن أنا في خطوة قبلها، الحافز، طب الرسم، طب القصة شخصيًا، الstory board، مش عارف إيه. ما فيش حد غالبًا بيتكلم عن الحوار ده، مش لإنه هو صعب قد ما هو customizable أوي، اللي هو هي حاجة شخصية جدًا أنت تقدر تعدل فيها وتطوّر فيها وتعمل التكنيك بتاعك. بس أنا بناءً على تجربتي الشخصية حسيت إن في template كده أغلب الناس بيمشوا عليه وبعدين بيضبطوا فيه، فعشان كده عملت الفيديو ده. بعد الهري والنكتة الكتير اللي فاتوا دول، نخش بقى في الموضوع. أنا هاتكلم عن الmanga making، إن أنت تعمل مانجا. ليه؟ لإن المانجا أصعب، في نظري على الأقل، أصعب، بس في نفس الوقت متاحة لناس أكتر. أنت ممكن تعملها على ورق وتعمل edits، تعمل الرسم الأساسي على ورق وتعمل الedits على كمبيوتر أو لابتوب أو موبايل. آمم، ولو اتعلمت الحاجة الأصعب بنسبة كبيرة هتقدر تعمل الحاجة الأسهل. ولو إن يعني مش شرط إن الcomics والحاجات الملونة تكون أسهل، ولكن الخطوات اللي أنت هتحتاجها لعمل مانجا آمم أقل، بس أشَد شوية، بس أبسط في الفهم. يعني غالبًا إن أنت تعمل comic بالنسبة لي في نظري يعني بيكون أصعب، لإن أنت محتاج تبقى عندك خبرة في الألوان والharmony ويبقى عندك references وتعرف إزاي تضيف إفكتات بألوان. إنما إن أنت تتعلم الحاجة أبيض وأسود كده، بيبقى بيحطّك ما بين الأبيض والأسود وبس. إنما أنت لو بتتعلّم تلوّن الحاجة كمان، فأنت بتتحط ما بين هيلة، ومعضلة الاختيار بتبقى في أشدّها يعني. فعشان كده المانجا كانت الحاجة اللي أنا ركّزت عليها، رغم إن أنا كنت عايزة أعمل comic من الأول، ما كنتش عايزة أعمل مانجا. إلا إن أنا قُلت هاتعلّم المانجا الأول للأسباب اللي فاتت دي. تمام؟
فاللي انا هقوله يتطبق برضو على الكوميك، وهنوصل له بعدين، لان انا ناوي اعمل دي سلسله، هنوصل له بعدين. وهوريكم انا ازاي مشيت في الخطوه والكلام بتاع ان انا اعمل كوميك. بس هنخلينا في المانجا الاول، لان هي بتدربنا على اهم الحاجات اللي احنا هنحتاجها علشان نعمل اي قصه مرسومه، اللي هي الخط. انت ازاي بترسم؟ يعني مش فكره جوده رسمك وبس، في حاجة أهم من جودة رسمك، وهي قبوله للعين. انت ممكن رسمك يكون ضعيف نسبيا، مش واقعي، كرتوني زيادة، واقعي بزيادة مثلا، بس جودة الخط هي اللي بتفرق. يعني انت لو خطوطك مهزوزة وكل شوية بتعمل خط وتسيبه وخط وتسيبه وخط وتسيبه، ده ممكن يقفل الناس قوي. وممكن تستفيد بيه في ان انت ترسم مثلا الفرو، وممكن تستفيد بيه ان انت تعمل مثلا الزغب، الحاجات دي. ليه مميزاته وليه عيوبه، بس عيوبه اكبر بكتير، فانت لازم تتدرب على الخط اكتر. تمارين الخط انت ممكن تشوفها في اي حته على اليوتيوب، بس اسهل حاجه ان انت تحاول تتعود ان انت ترسم دواير وخطوط، زي كانك بتعمل كروس هاتشنج، اللي هو الخطوط كتير اللي جنب بعضها، وبعدين خطوط تانية فوقيها بخط تاني او بزاويه تانية، وبعدين خطوط تالتة، وهكذا. تتعود ان انت ايدك يبقى فيها فلو، يبقى فيها انسيابيه. طب انا ما بعرفش ارسم، هيفيدني بايه اصلا وانا مش بعرف ارسم ان انا اتعلم انسيابيه؟ الانسيابيه دي للتحبير، لا. الاساس عشان تخلي التحبير كويس لازم السكتش يكون كويس او مقبول على الاقل. عشان تعمل سكتش كويس لازم جودة خطك تبقى مفهومة، علشان ما يطلعش متصلب كده او متسمر، تحس ان هو مقتب في الرسم، او شادد عضلاته كلها في الرسمة الشخصية اللي انت بترسمها. حتى لو المبنى انت ممكن تتخطى عادي وتخليه متصلب، لان المباني اصلا احجار ومش عارف ايه وما فيهاش انسيابية، فتمام عادي. بس برضو هيبقى صعب ان انت تخططها، لان انت هتحس باللي هو الغصب، ان انا لازم اخلي كل خط كويس، ولازم اخلي كل مش عارف ايه واضحة، علشان لما اجي احبرها ما اتلخبطش ومش عارف ايه. فاحنا هنبدأ برسم الشخصيات، لانها اكثر حرية في الانسيابية، وفي عمل الملامح ومش عارف ايه، ومش محتاج تعملها رياليستيك قوي. وبعدين هنبقى نخش في الحوار بتاع الباك جراوندز ده. بس تتعلم الفلوي لاينز وتتدرب عليها كل شوية وكل يوم وما تزهقش منها، حتى ولو نص ساعة لساعة في اليوم. ده هيفيدك بشكل يعني جذري، هيغير جودة خطك، سواء في الكتابة سواء في الرسم، في كل حاجة تقريبا. طبعا نص ساعة أو ساعة انت هتشوفه كتير على شوية خطوط، بس انت لما تبدأ هتاخد بالك ان انت علشان تعمل الخط ده بنفس الفرق ما بين الخط ده والخط ده هو بين الخط ده والخط ده، هتلاقي ان الموضوع صعب. وعشان تعمل نفس حدة الخط دي، اللي هو من الأول مثلا تخين وفي الآخر رفيع، في الأول رفيع في الآخر تخين، وهكذا، عشان تخلي كل الخطوط نفس الحاجة وتبعد عن بعضها بنفس القيمة، هتلاقي الموضوع صعب جدا، وممكن تتوه أصلا في البروسيس وتقعد أكتر من ساعة وساعتين. ومش هتركز ان انت عملت مجهود، بس هتركز ان انت اتعلمت، انت خدت بالك ازاي تمسك القلم صح، ازاي تحرك رسغك او دراعك كله صح. فهيبطل رزقك يوجعك، ممكن يوجعك اول يومين بس هيبطل بعد كده، كأنك بادئ جيم جديد ولسه بتتعود، فجسمك لسه بيتعود، فهيوجع اول مثلا اسبوع ولا حاجة، وبعدين عادي. هنا علشان المجهود اقل شوية فهيوجعك يومين ولا حاجة وبعدين عادي، وهكذا. طبعا لو قوة تحملك هيبقى اقل من يومين والكلام ده. آم، طيب، اعرف ارسم ازاي؟ طبعا في فيديوهات كتير على اليوتيوب، بس انا في سلسله اللي هي عملتها شروحات دي، اللي هو ازاي ترسم اي وضعيه في اسبوع، تقدر تشيك عليها. هحطها في الديسكريبشن. بس برضو ناوية أكمل فيها، يعني أول ما أفضى من الامتحانات وكده ناوية أكمل فيها وأنزل شوية شروحات زيادة بقى، سواء بقى للمباني أو كده. هتساعد قوي. بس طبعا في شروحات كتير على اليوتيوب، بس السلسلة دي سوري، الفيديو ده تحديدا هيساعدك تفهم الايديا، المين ايديا، الفكرة الأساسية بتاعت كل حاجة، الكور بتاع كل حاجة، وتقدر تطبقها على كل حاجة في الدنيا. تقدر تطبقها على الحيوانات، الطيور، البشر، الكائنات الخرافية، حتى الزرع. تقدر تطبقها على الزرع، وده شيء يعني بالنسبة لي كان مبهر جدا أول ما اتعلمتها، اللي هو الزرع كائن حي وبتاع وفيه انسيابية، أنا ليه ما فكرتش فيها قبل كده؟ قد يبدو الموضوع تافه، يعني اللي هو common sense، بس حتى لو انت فاكر ان هي يعني بديهيات، آه، بتيجي في يعني انت مستوعبة، بس في نفس الوقت تيجي التطبيق انت مش بتفكر فيها اصلا. فدي حاجة مهمة جدا ان انت تعرفها، هتلاقيها برضو في الفيديو. ف chill و don't worry. طيب، بعيدا عن الرسم، لو انا مثلا مش رسام وكاتب،
تقدر تروح على القصص القديمة بتاعتك. طبعًا هتبدأ تعمل مانجا جديدة أو comic جديد، ما تروحش تبدأ على أكتر حاجة مليانة details وتفاصيل، لأ، غالبًا النصيحة الأحسن بتبقى إن أنت تبدأ بone shot. ما تعملش اللي أنا عملته. أنا بدأت بإن أنا عملت سلسلة وطوّلت منّي، وبدأت أخش في شباتر كتير، وأنا أصلًا كنت مخططة إن هي مش هتتعدى ال5 شباتر. لقيت إن أنا وصلت لل10 شباتر وبازُق كمان، واللي هو أنا كده لسه في ربع القصة. فما تعملش زيي. لأن أنا خُضت المرحلة دي. أنا باقول لك ابدأ بone shot أو ابدأ بقصة قصيرة، قصة صامتة، مش عارف إيه. يعني على حسب أنت أحسن في إيه، أو أنت بترتاح أكتر في إيه، في الكتابة والّا في الرسم، بتshow and don't tell والّا بتtell أحسن ما تshow، مش عارف إيه. يعني اتدرّب إن أنت تعمل حاجة قصيّرة، حاجة صغيّرة، حاجة ممسوكة في الإيد، مش حاجة اللي هو إن شاء الله هاكمّلها بعد شهر، وإن شاء الله هاقعد أعمل لها promotion وأجيب لها ناس تتفرّج وأجيب لها مش عارف إيه، وهاتطوّر في ال90 chapter الجايين. أنت مش بتعمل one piece الجديد، وعلشان هو يعمل one piece كان في series قبلها، كان في رسومات قبلها، كان ليه ماضي. فما تحاولش تقارن نَفْسك بحد already موجود وواصل لقمة العرش بتاعه. كان ليه بدايات، أنت ما شُفتوش في البدايات دي لا ينفي وجودها. تمام؟ فخلّيك مركّز في بدايتك أنت. هتبدأ تعمل حاجة صغيّرة، أنت طموح وكل حاجة تمام، بس أنت علشان تعمل الحاجة الكبيرة بالشكل اللي أنت متخيّله وما تحبطش فيها، وعلشان تاخد القدر اللي تستحقه من الاهتمام والتقدير والنشر والبتاع، لازم تبدأ بالحاجة الصغيّرة اللي هتطلّع تدريبك فيها وجودة رسمك فيها وتتدرّب عليها وتتطوّر منها و. طيب أنا لا باعرف أكتب ولا باعرف أرسم ولا باعرف أعمل أي حاجة، أنا يا دوبك باقرا. يعني قريت مانجاز كتير أو comics كتير. هنا بقى هنيجي للتركاية اللي فادتني أوي، لإن أنا ما كنتش واثقة في مهارتي الكتابية لمّا بدأت. أنا باكتب من وأنا صغيرة، بس فترة كبيرة أوي من الموضوع ده أنا ما كنتش باتطوّر. يعني أنا مجرد باكتب وخلاص. يعني ما كنتش باقرا كويس، ما كنتش مثلًا باتطلّع على حاجات منتشرة في كل حتة، ما كنتش باتطلّع على أدب مختلف علشان أقدر أجيب طريقة سرد أو حوار مثير للاهتمام خالص. أنا أصلًا مش قارئة، فده شيء يعني نيّلنا الزيادة. بس كنت لمّا كنت باقرا الحاجات الصور أو باتفرّج على أنمي كتير. آمم الموضوع لقيته أصعب مما هو متوقع لمّا أنا جيت أعمله بإيدي. فأبدأ منين؟ أنا تايهة، الدنيا حوسة خالص. نبدأ من أقل حاجة إحنا سوق فيها. يعني إحنا ما بنعرفش نكتب ولا نرسم ولا مش عارف إيه، بس إحنا بنعرف نخرج أو بنعرف نقسّم الصفح، أو بنعرف نقيّم الصفحة دي اللي أنا قريتها أو شُفت الرسومات اللي فيها كانت حلوة والّا متوسطة والّا مملة. نشوف أحسن حاجة فيهم ونبدأ نعملها reference، سواء بقى هنتدرّب منها على الرسم أو هنتدرّب منها على الstorytelling. فهناخدها reference. فأنت مثلًا أنت شايف إن الرسم أحسن الوحشين مثلًا، حاجة أنت تقدر تستحملها وتقدر تتدرّب عليها فترة طويلة. فابدأ مثلًا اتطوّر. يعني مثلًا انقل الpanel ده أو المربع ده اللي في الصفحة اللي أنت شايفه كويس، انقله كذا مرّة، وبعدين كل شوية غيّر فيه حاجة. غيّر بقى شكل العين، غيّر شكل الشعر، غيّر مش عارف إيه. فهتبقى في نفس الوقت بتتعلّم تضبّط خط الرسم بتاعك، بتتعلّم وضعيات وِش، وضعيات جسم، طريقة رسم الهدوم، ستايلات شعر مختلفة، ستايلات عين مختلفة. هتبدأ تطوّر style إلى حدٍ ما خاص بيك، ولو إني ما انصحكش إن أنت تتسرّع في الحوار ده. بس يعني هتبدأ تتطوّر وتتحسّن وفي نفس الوقت مش هيبقى جهد كبير. لو أنت شايف إن الكتابة أحسن الوحشين، فتقدر تشوف الdialogue اللي ماشي في أحسن قصة قريتها أو في أكتر حاجة بتحبها أو أكتر فيلم حبيته، وتبدأ تشوف هُم بيمشوا بقاعدة اللي هو مثلًا حدث twist، والّا بيبدأوا بtwist أساسًا وبعدين بيكرّوا الأحداث، والّا بيبدأوا بflashback وبعدين بيخشوا في المستقبل، في الحاضر وبعدين في المستقبل، مش عارف إيه. ماشيين بوجهة نظر شخص واحد والّا كذا وجهة نظر. الموضوع فيه learning curve. أنت أكيد هتقعد تتعلم وتبذل مجهود شوية، بس المجهود بالطريقة اللي أنا باقول لك عليها دي أقل بكتير، لإن أنت بتبدأ بحاجة أنت قابلها ومش تقيلة على قلبك. فهيبقى بالنسبة لك الموضوع مش تعليمي اللي هو أنا هامتحن بكرة، قد ما هو تعليمي أنا باتفرج على حاجة أنا باحبها، وفي نفس الوقت باحللها، وفي نفس الوقت باتطور وباتعلم وباطبّق. فالموضوع مش بالصعوبة اللي إحنا متخيلينها. الصعوبة هتيجي فين بقى؟ لمّا تيجي في حاجة أنت بالنسبة لك مش أحسن وحشين خالص، هي كارثة بالنسبة لك. يعني أنا مثلًا بالنسبة لي كان الpaneling كارثة، لإن أنا بشعة في الإخراج. أنا بما إن الخلفية بتاعتي الكتابة، كنت لو هاوصف مكان مثلًا باوصفه مرّة واحدة وخلاص خلصنا. لو بقى هاوصف حاجة تانية بعدين ممكن أوصف شكل الكرسي بتاع، أوصف شعر الشخصية، مش عارف إيه.
إنما ما كنتش بافكّر في لقطة لكل مشهد. في المانجا وفي الcomics أنت محتاج تجيب لقطات مختلفة عشان ما يبقاش الcomic بتاعك عبارة عن شوية رؤوس بتتكلم، يعني مش مجرد راسين بيتكلموا وخلاص كده خلصنا هو ده الchapter، لأ أنت لازم تجيب لقطة للمكان عشان تعرّف المشاهد هُم فين، لازم تجيب لقطة للشخصية من أوضاع مختلفة عشان يعرفوا شكلها وتفاصيلها ومش عارف إيه، لازم تجيب مثلًا لقطة للمحيط، لازم تجيب التعبيرات المختلفة. هنا نرجع بقى للحتّة بتاعة إن إحنا هنشوف الحاجة اللي إحنا بنحبها. أنت بتحب الأفلام أكتر من المانجا، شوف الأفلام أكتر، بتحب المانجا أكتر، بتحب الأنمي أكتر، شوف واتفرّج وحلِّل هنا ليه أنا اتحمّست وهو بيطلّع السيف بتاعه، لإن هُم جابوا الpanel من تحت مثلًا من غمد السيف وطلعوا بيه مرّة واحدة الحركة دي. لو أنت بتقرا مانجا مثلًا شوف المؤثرات الصوتية إزاي بتغيّر الموضوع، لإن أنا برضه لمّا جيت أرسم لقيت إن الصفحة فاضية، أنا خلّصت الرسومات وعملت إخراج كويس، بس الصفحة فاضية. هنا بقى نرجع تاني نشوف الصفح اللي شدِّت انتباهنا دي مليانة بإيه، مليانة بخطوط، راسمين خلفية، والّا هي مجرد مؤثرات، هُم مقللين على نفسهم التعب وعاملين نفس الخلفية بس من زوايا مختلفة. هنا هنيجي بقى لل3D اللي هاتكلم فيه بعدين، بس يعني اللي هو هُم راسمين خلفية في كل panel والّا panel وpanel والّا مجرد مؤثرات noise في الخلفية والّا لون والّا ما فيش خلفية أصلًا وهُم معتمدين على الفراغ علشان يحسسوك بالفراغ، طب هُم بيحاولوا يحسسوني بإيه؟ فأنا أنصحك إن أنت تمسك قصتين، مانجتين، فيلمين، وتقعد تحلل بقى، شوف أنت بتفضّل أنهي في الcategories دي وتقعد تحلل، شوف مثلًا أكتر فيلم أو مسلسل بتحبه واقعد حلل كل حلقة واكتب notes كده، يُستحسن تكون notes digital على موبايل أو كمبيوتر أو لابتوب علشان تقدر تعمل control F وتsearch باسم الكلمة مثلًا، مؤثرات صوتية، خلفية، شخصية، خطوط، بتاع. فدي بدايةً كده للseries، فدي البداية الخالص بقى، اللي هو أنا أعمل قصة إزاي أصلًا أو أعمل قصة عن إيه، أبدأ منين خالص، دي البداية. هاخش بقى في الpaneling والكلام ده، اللي هو أنا إزاي أقسّم الصفح أصلًا وإزاي أختار ده يتحط هنا وده يتحط هنا في الفيديوهات الجاية، بس دي بداية كده بسيطة وسريعة عن الفكرة نفسها، إن أنا عايز آخد الخطوة دي بس مش عارف أبدأ منين، فدي بداية أنت ممكن تخش منها. هنا أنا مش باقول لك كريت، مش باقول لك اعمل، أنا باقول لك اتدرب على الخطوط، اتدرب إن أنت تنقل كذا وتغيّر فيه شوية، ده هيساعدك، شوف الفيديو إن أنت تعرف الgesture مش عارف إيه، بس دي حاجات عامة، هتجهّزك إن أنت بقى تبدأ فعلًا، تصمم بقى شخصيات وتبدأ تعمل backgrounds وتبدأ تعمل مش عارف إيه، الموضوع مش صعب. الموضوع محتاج توجيه، يعني هيبقى صعب لو أنت فعلًا بتعمله لوحدك، عشان كده أنا باعمل السلسلة دي. فاتفائلوا يعني وخدوا وقتكم في إن أنتم تعملوا ده، هو هياخد شوية وقت في الأول علشان بس get yourself moving و get yourself going وتبقى عندك بقى اللي هو الزقة الأولانية دي، وبعدين العربية هتمشي معاك زي الفل. فابدأوا واتدربوا شوية حلوين، وطبعًا يعني مش هاقول لكم استنوا الفيديو الجاي علشان تعملوا مش عارف إيه وما تعملوش حاجة لحد الفيديو الجاي، لأ، يعني شوفوا الفيديوهات وشوفوا اليوتيوب وشوفوا مش عارف إيه وطبّقوا وبتاع، بس ابقوا ارجعوا لإن غالبًا التوجيه ال الbeginner friendly أوي هيبقى هنا، لإن أنا مش بس beginner، أنا يعني أنا أنا تحت السالب infinity لمّا بدأت، فأعتقد ده هيفيدكم أكتر بكتير. yeah, love yourselves 'cause I love you and bye.